مرحبا للجميع، شلونكم حبايب؟ اليوم أكلتنا لذيذة وطيبة والكل يحبها ويعشقها، وخاصة العراقيين، اللي هي البامية. راح نسويها على اللحم وبطريقة جدا طيبة وطريقتها الأصلية. حبايبي ما أطول عليكم الفيديو، هنا عندي اللحم الغنم أني سالكته قبل فترة، راح أحمسه بالشحم يتغير لونه، وخليت راس ثوم، ضروري للبامية نخلي الثوم. وهنا البامية عندي أنا مقلمتها ونقعتها بالمي والملح حتى نتخلص من اللزوجة. راح نحمسها ويا اللحم حتى تذبل وتاخذ لون. راح نغطيها ونرجع لكم. هسه راح احمس معلقتين من معجون الطماطة. طبعا استخدمت المعجون لان الطماطة عندي مو حمرة، فاذا كانت عندكم حمرة ما نحتاج نخلي معجون. راح عندي 4 طماطات ضربتهم بالخلاط وضفت عليهم كوبين من المي وخليت عصير الطماطة، وراح اخليهم تتسبك على نار، وبعدين نضيف عليهم مي اللحم اللي سلكنا بيه اللحم، وارجع لكم بالخطوة النهائية. والاضافات اللي نخليها هي ملح وشوية رشة من الليمندوزي. وهاي المرقة صارت جاهزة، طعمها كلش طيب، جربوها بهاي الطريقة لأن هاي أطيب طريقة لطبخ البامية العراقية. أتمنى عجبتكم وصفة اليوم حبايبي، وألف عافية عليكم وعلينا، وأكيد قدمتها ويا الرز الأبيض. حبايبي انتهى الفيديو، ألتقيكم في الفيديو القادم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.